السلام عليكم، مساء الخير اخواني الفلاحين. معكم جمال حسام الدين من بلدية طامزة دائرة الحامة ولاية خنشلة. في هذا بستان التفاح وهي الاشجار المثمرة متعددة متنوعة. البستان هذا قمنا بمعالجة لو بوسخون، اي اننا رشينا بمبيد حشري يحتوي على المادة الفعالة لاباميكتين في ايام 10 و11 من الشهر هذا. وكانت بعد يعني انه لو ديلي افون ريكولت تاعو ولا لو دار باش نديرو لا دوزيام ابليكاسيون بعد 12 يوم، رغم انه في لو مود دومبلوا هذاك تاعو تاع الاستعمال يقول لك انه نستعملوه بعد 14 يوم، ولكن خففنا لانه دركا وقع فيها واحد ستادير دي برودوي كونتخفي، يعني ماهمش مضروبين، ستادير مغشوشه. لي برودوي هذه كانت لازم ديما تزيد في لادوز، وديما الاشكال يوقع لنا ديما في هذه الممارسات الزراعيه تاعنا. قمنا برشه على في 10 من الشهر بماده لاباميكتين اللي تعتبر مبيد حشري ضد البيسرون. كانت عمليه وقائيه جابت نتيجه ما شاء الله، ولكن باش نعاودوا له لو 22 عاودنا له لو 25 بماده اخرى بعد ظهور البيسرون هذا النوار كما راكم تشوفوا فيه هنا. هذيك ظهر عندنا هذا الانوار لأي انه ديفلوبا اون ريزيستونس، يعني خلق عنده مقاومه للماده الفعاله الاخرى. وين قمنا بتغيير الماده الفعاله واستعملنا ماده فعاله تحتوي على الكلوربيريفوس. هذه ان شاء الله هاي جابت نتيجه لتخريجاته. قمنا ايضا بمعالجه الفطريات، اي ان اللويديوم الى طافلير وقائيا برش مبيد فطري يحتوي على لازوكسيستروبين. ضفنا معاه مادة البور تعاون لنا في الازهار وتلقيح الازهار باش تتم عملية العقد كما راكم تشوفوا ما شاء الله. الله هاي ليكم ربي يبارك عليك. العقد كانت بنسبة كبيرة ان شاء الله، ونقوموا من بعد نقوموا بعملية ليكليرسيساج اي تخفيف باش نعملوا على لو كاليبر تاعنا باش يجي زاد حجم كبير، ونقصوا فيه التخفيف تاعنا ونديروا اون تاي اون فير في شهر جوان ان شاء الله. ما راكم تشوفوا من ناحية التسميد راح نقوموا بوضع بعد عملية العقد كليا، نقوموا بوضع مبيد سماد الام بي كا متوازن، اي انه يحتوي على 20 ام بي كا 20 يحتوي على الازوت بنسبة 20%. وين راح نقوموا بالاخر تاعنا نقوموا باش نقويو الجزء الخضري تاعنا الاوراق كل ما يلزم اللي تعاون لنا في عملية التركيب الضوئي، تحمينا امام الفروي تاعنا من لو كود سولي اللي يظهر مع التغيرات المناخيه هذه. كما تشوفوا من ناحيه الفوسفور نقويو ثانيا الجزء الجذري تاعنا لي راسين سيستم راسينير. ومن ناحيه البوتاسيوم اللي يعمل لنا على تقبير الثمار وتقويتها وتسميدها. عليكم كما راكم تشوفوا افاريتي جولدن. من ناحية أخرى رايحين نقوموا بعمليات أخرى، وبعد عملية التسميد اللي تم على الثرى، أي أننا نشربوا نص تشريبة نحطوا لونغري، والمستحسن يكون عندنا ان انجيكتور دونغري صادر مع السقي بعد اون فيرتيغاسيون يعني عن طريق السقي بعد من الكوت عكوت. من بعدها عملية مراقبة الامراض الفطريه تكون على لي جون بوس تاعنا، اي انه كما يقولوا الفلاحين تاعنا العرايس هذو جدد اللي يظهر فيهم لويديوم. لا اله الا الله محمد رسول الله. ايضا رايحين نقوموا بعمليه اضافه لاسيد يوميك ولاسيد فيلفيك ونخلطوا معاهم الحديد في كل شجره بمعيار، اي انه بعد اضافه الماب السماد العالي الفوسفور نحتملوا انه يبلوكي لنا يدخل في تنافس مع
الحديد